السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة عليكم يا رب. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتونا جدا. النهاردة جايين نعمل، يعني احنا مش عارفين نسميه ايه بالظبط، بس هي وصفات نادية السيد يعني واختراعاتها معانا. هنشوف بقى هي عاملة حاجة اسمها سندوتش الباشا. هنشوف بقى احنا هنعملها سندوتش الباشا ولا في الاخر هنلفها زي الكرواسون كده والباتيه. المهم احنا معانا هنا كيلو دقيق. كيلو الدقيق ده لما عملناه بالكوبايه عيرناه دي جاب معانا 8 كوبايات ونص و3 كوبايات لبن. يعني انا بقول هحط 2 ونشوف هنحتاج زياده. حطينا العجينه ما احتاجتش مننا، يبقى الحمد لله على الاتنين. والزيت ده برضو مش هيتحط كله، هنشوف المقادير مع بعض واحنا شغالين. في الاول هنحط كوبايتين اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط عليهم كيس واحد بس من الخميره لان الكيس ده كبير. لو انتوا بتجيبوا من الاكياس التانية الصغيرة زي اللي عندي يبقى حطوا كيسين. الحاجة الكبيرة منورانا. هنحط عليهم نص كوباية زيت. ماشي كترتي. معلش. معلقة كبيرة سكر. معلقة وحتتين، بحب الحتة الزيادة دي. ونشغل بس الخميرة دي نديها تقريبا. طبعا اللبن بيبقى دافي عشان الخميرة تشتغل معاك. الخميرة الحمد لله اشتغلت اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله. قربي مني هنا كده. بصوا دي كده معناها ان الخميرة بتاعتنا شغالة الحمد لله ما شاء الله. هنحط بقى عليها، هنحط بيضتين كفاية، بس البيض يعني يكون بحرارة الغرفة، ما يبقاش ساقع من التلاجة عشان ما يفصلش يختي، عشان ما يفصلش الخميرة. وش معنى دي اللي اتكسرت ودي لا؟ يعني ايه؟ انت خبطتي في الاول ونزلت، خبطتي التانية في الاولى والاولى لسه سليمة. ما دي بقى معادلة بيضاوية ملناش دعوة بيها. نضرب البيض كويس مع الخميرة. وانا حطيت كيس خميرة زيادة، حسيت الخميرة قليلة في اللبن ففتحت كيس زيادة، فانا كده استخدمت كيسين وكوبايتين لبن وبيضتين ونص كوباية زيت. دي بقى يعني انا بفضل انزل بيه بالتدريج. حد يقول لي ليه بقى؟ ليه؟ قلتولي ليه؟ عشان ما يبقاش الدقيق اكتر من السوائل وتحتاجي بقى انتي حاجات زيادة، يعني فاهمة؟ تبقي ماشية بالمقدار كده احسن. فتحطي شوية وتدوبيهم وتحطي شوية وتدوبيهم كده، يعني لحد ما تحسي بقى ان العجينة تقدري تمسكيها بايديكي، تعجني بقى بيها بايديكي، فتتدخلي بقى بايديكي. تمام. لو اول مرة بتشوفينا ما تنسيش تحطي لايك وشير وتنورينا بكومنت كده حلو، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونشتغل وتشوفونا كتير. ربنا يفتح نفسنا على الشغل ونشتغل. اهو الدقيق اختفى فانزل بغيره. مين بيحب وصفات الشيف نادية السيد يا جماعة؟ اللي بيحبها ومتابعها يكتب لي في الكومنتات. يعني اكيد مش انا لوحدي، هي بصراحة جميلة كده وصوتها هادي، بحب اسمعها قوي وهي بتتكلم وتشرح. ووصفاتها بصراحة ما بتخيبش، يعني الواحد بيمشي وراها بالملي، الوصفة بتطلع ما شاء الله تحفة. لكن هتجيبي بقى الوصفة وتقعدي تخترعي من عندك تقولي طب ما هي عايرت بالكوباية، ما انا عارفة ان كيلو الدقيق بتاعي كيلو غير اللي هي معايره بالكوبايه. يعني هي مثلا تبقى قايله كيلو وتعاير هي بالكوبايه برضو تقولك الكيلو عمل كذا. ما هو الدقيق برضو بيختلف عن بعضه، دقيقي غير دقيقك وكده. لا مش في كله على فكره، والله ما في كله. لا هو كيلو بس بتفرق في ان في دي بيشرب سوائل وفي دي ما بياخدش سوائل، وبتفرق برضو في الدقيق نفسه والله. ما علينا. انا عن نفسي بحب امشي على وصفتها يعني زي ما هي قايله بالظبط.
يعني اما جربت ان انا اخترع في الوصفة كانت بتبوظ مني، بتطلع حاجة تانية خالص. انت لسه عشان سنة أولى مطبخ بس. انا مش عارفة هتنقل سنة تانية امتى. تهدي. هجتهد بعد فيروز ولا قبل فيروز؟ يعني العجينة كده ايه بدأت شوية. احنا لسه ما خلصناش الدقيق، احنا بس بنجتهد. بس في الحالة دي المفروض بندخل بقى ايه بايدينا، وانا مش عارفة اطلعها من اطلعي بالمعلقة، سلكيها بالمعلقة أو أي حاجة. مع المعلقة في الدقيق. هنكمل وهي الدقيق هيطلعها. لا زي ده خلاص. بس انا عندي كنت بقلب بالاسباتولا بصراحة. ما اللي عندي بتعمل كان عندك راح التراب بين الفاتحية عاملة بتيه ما بتطلعش. عاملة فطار دي الهيل. ولاد اللي خلصنا الخناقة وطلعناها، بس هنعجن دي بقى واوريكم شكل العجينة في الاخر. رجعنا لكم تاني بعد ما خلاص عجناها. بصوا بتبقى طرية كده اسفنجاوسي، تدوسي عليها ترجع تاني زي السفنج، شايفينها بتبقى طرية كده. استخدمنا نص كوباية لبن تاني زودناه. انا كنت عارفة ان احنا في الاخر هنستخدم كوبايتين ونص، بس انا يعني ايه مضمنش نفسي، في دي بيشرب في دي ما بيشربش. والزيت بقى بقيت حبة الزيت هناخد بقى ايه حبة كده في ايديكي على وش العجينة وتدهني بيها الطبق كده كده. والطبق برضو ايه عشان تبقي متأكدة ان العجينة كويسة، بتنضف معاكي الطبق كده ما بيبقاش فيه عجين لازق في ايدك ولا في الطبق ولا الكلام ده كله. بس وهنغطيها بقى ايه بحاجة بلاستيك كده، نغطي عليها بفوطة او باي حاجة نظيفة، وتحطيها في حتة دافية، تولعي الفرن مثلا وتحطيها على البوتاجاز من فوق، او لمبة الفرن لو البوتاجاز عندك فيه لمبة زي ما انا هعمل كده، واحطها ايه جوه الفرن تخمر. هتخمر واوريها لسه ما لكم. خسرتش. كده ايه زي فستان العروسة. بدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. كملت اهي معانا. انا بحب بقى الحركة دي قوي، اللي هي ايه بنعمل بس فهي بتفس معانا. بسم الله ما شاء الله. بتفش خمرها ليه؟ ما بنفس خمرها عشان يعني ايه تعملي ايه في الخمر بتاعها؟ ما تسيبيها خمران. ما احنا هنعمل كده يا تيتا. اه ايوه زي بعض، بس ما تفشيش الخمر بتاعها. ما بيتفشش. لا ماشي حاضر. خمران عشان تبقى جبة في الخبيز بتاعها. ما هي هتقب تاني، ما احنا هنسيبها تخمر تاني. ما هتخمر تاني بس ما تعملهاش. انت فكرك عن كده؟ لا ده لسه تاني. احنا بنعجن العجينة بتخمر في الطبق زي كده اهو. اه وبعد كده بنطلعها، اه بعد ما نقطعها ونعملها اللي احنا عايزينه بنسيبوها تخمر تاني ايوه ايوه ما انا هسيبها تاني. ونروحوا خابزينها. ده هتخمر لسه مرتين تاني. لا هي مرة. لا مرتين كمان. انا بعمل القرص الصفراء ايه. لا احنا هنجيبك وانت بتعملي لنا بغيشه. ما البغاش كانت عارفة تعملها احسن مني. لا انتي برضو خبرة. كله الا انتي يا جدة. خبرة. ايوه. المهم ايه بنتي بتعيط. هي عملت ايه بقى؟ قعدت تعمل كده كده. هي مش عايزه تعمل ايه. اعمليها قرص. بص ما هي زيها زي القرص يا تيتا. ازيكم يا كماحة. عايزه ايه؟ بنتك الهبلة بتضحك وانا بتنطط بيها. بتعملي بيها ايه يا بنت؟ بتنطط بيها عشان تسكت. الحته دي تخينه قوي.
انت هبله. اعمل لها رجيم. خسي خسي. انا عايزه حد يجي يعمل رجيم ليا انا. بنتك هتصدعنا بقى. من هنا ورايح انا بس نقطع بقى ايه يعني ايه كده. ايه ده كده تطلع؟ انت عملتها كده؟ لا لسه كده، حاساها تبقى كبيره كمان. خلاص قلبيها. احنا هنشوف بقى الاول. ماشي. كله وناخد كل واحده بنعملها ايه. تعمل زرق دي تحت شويه. انا زوري بيوجعني بشرب العيشين. هي عملت كده، ما امي ما تلخبطنيش، انا بتعلم. هي طلعت معايا حلوه كده، مش انتوا كلتوها كانت حلوه بس خلاص. بنتك بتشهق شهية اصلا من سلطان. نروح على المستشفى. وانتوا كنتوا رحتي على تبدأ المستشفى ثانية من بصور يومين؟ طيب. يبقى تلمي وقعدي ساكته بس اكيد بيبقى في اكل بتعمليه. كده. انا حاساها كانت عايزه لبن تاني والله. مش عايزة مش عايزة ايه. بس بقى هي كده حجمها حلو يعني. بتتساب بقى كده ايه تخمر تاني. تسيبها تخمر يعني على الترابيزة. اه بنكور بقى ايه كله بنفس الطريقه دي كده مع بعض. هنكمل بقى كله بنفس الطريقه كده وارجع اوريكم تاني بقى وانا بفرد. بس حبايبي وريهم العجينه خمرت اهي وارتاحت. باخدها بقى بريحها كده يعني تبقى مربع، تحط ايدك كده يعني تبقى قد ايه كف ايديكي بس. دول حطيتهم مستقبلت لما تيجي بس بتتفرد يعني ايه، مش عايزينها رفيعه لان هي كل ما بتبقى رفيعه كل ما بتنشف. يعني الصوم كده كده كويس، بس بتجيبيها بقى ايه على بعضها كده، تطبي كده بالراحه. هنعمل واحده تانية اهي. طبعا بتبدأي بأول واحدة عملتيها وسبتيها ترتاح ماشي ما يدورش كده. كده كده كويس. نقلب كده يبقى زي السندوتش يعني. ارتاح. السكينة دي عايزة سكينة احمر. ارتاح وخمر التاني اهي. نعمل بقى ايه الشوربة السلام لو دي حي ودلب كمنظر. وندهن بقى لبن بحبة سكر. بتعمل بالبيض بقى الوش. لا البيض ده بحس بيزفر العجينة كده، مش ببقى حباه يعني. ممكن نسكافيه سريع اللي هو الذوبان ده اللي هو البلاك، بتدوبي برضو الكيس في حبة مية وتعملي بيديكي ريحة حلوة ونفس الافكت في الاخر. نرش بقى ايه حبة بركة، حبة زعتر، حبة سمسم، حبة اي حاجة بتحبوها على الوش. هندخلها بقى الفرن ونرجع لكم تاني اول ما تطلع من الفرن نوريكم بقى النهاية.
بس يا حبايبي سندوتش الباشا طلع من الفرن، وزي ما انتوا شايفين كده شكله حلو كده ازاي ومشهي. هي نادية بقى كانت عاملاه وحاشياه بانيه، عامله له تتبيله من عندها يعني، وتتبيلتها هي، وعامله ليه صوص كده معين كان شكله حلو قوي، وبيتفتح بصوا بكل سهوله يعني من غير سكينه ومن غير اي حاجه. تقدروا بقى انتوا تحشوا اي حاجه يعني، مش لازم ترتبطوا بالحشو اللي هي كانت عاملاه، ممكن جبنه ولانشون، ممكن سجق، ممكن اي حاجه يعني، هو زيه زي العيش الفينو كده، وطعمه بقى تحفه. بألف هنا وشفا على قلوبكم، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم يا رب. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.